السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء على تويتر عنده انترفيو بكرة بتاعت شغل، فطلب مني إن أنا أساعده في إن هو يجهز نفسه عشان الانترفيو. فهديكوا شوية نصايح كده أنا بطبقها مع نفسي في موضوع الانترفيوهات ده. طبعا أنا ما بعملش انترفيوهات خلاص، لكن يعني زمان أنا عملت يعني انترفيوهات. أنا كنت بيتعمل لي انترفيو وأنا بعمل انترفيو، فعندي خبرة شوية. فأول نصيحة يا جماعة، الشغل زي الجواز اسمه نصيب. يعني مش لازم انت وحش او انا او الشغل وحش، هو ممكن ما يكونش فيه توافق. فانت ما تزعلش سواء اشتغلت او ما تشتغلش، دي حاجة بتاعت ربنا. ف واحنا داخلين على اي وظيفة بنبقى فاهمين ان لو ربنا كرمنا يبقى خير لينا وخير للشركة، ولو ربنا مرضاش يبقى ممكن يبقى خير للشركة وخير لينا برضو. ونتمنى للشركة كل خير، الا لو حد قل ادبه علينا ندعي له او ندعي عليه براحتنا. يبقى اول حاجة احنا بنرضى بالنصيب. تاني حاجة، الشركة عايزاك اكتر ما انت عايزها. عشان تبقى فاهم، الشركة محتاجة ناس، فما تقعدش تبقى قلقان، ما تبقاش قلقان. دي تاني حاجة. تالت حاجة، نام كويس، كل كويس، اشرب حاجة تهديك قبل ما تروح الانترفيو، وما توترش نفسك. وقول لنفسك وانت داخل قدر الله ما شاء فعل. و... وانت قاعد في الانترفيو ما تقعدش تعمل كده، ما تقعدش تعمل كده، ما تجسش على اسنانك، ما تهرش، ما تحركش كتير. كل شويه عمال تحرك كده، ما تبقاش اكسايتد، ما تبقاش متحمس. خليك هادي، خليك راكز، خليك عاقل، خليك موزون. خلي كلامك جاوبش الا على قد السؤال. بسألك عمرك كام سنه، ما تقعدش تقول له عمرك وبعدين انت منين او اتولدت فين، ما طلبهاش. 33 واسكت. خلي الكلام مختصر مفيد. ليه؟ لو هو سمع كلام مختصر مفيد يحبك ويستحملك ويستلذك ويعدي لك غلطات كمان. يبقى بنجاوب على قد السؤال، ما بنفتيش كتير، وفي نفس الوقت مطمنين من نفسنا. طيب، ده جزء متعلق بالبداية بتاعت الانترفيو. انا وانا رايح لازم الاول لو عندي اسم الشخص اللي انا رايح اعمل معاه انترفيو، لازم ابص على البروفايل بتاعه على الانترنت. ده انا ممكن اخش على الاكونت بتاعه على السوشيال ميديا لو عنده اكونت، واقعد اقرا اراءه السياسيه واراءه. مش هستخدمها في الانترفيو عشان ده كريبي، بس افهم دماغه. كل ما تفهم دماغ الانترفيو اكتر، كل ما فرصتك انك انت تعدي الانترفيو بتزيد. انتبه. طيب، نفهم دماغه، بنفهم تعليمه، بنشوف مثلا هو خريج جامعه القاهره كليه هندسه، انا خريج جامعه القاهره كليه هندسه. يبقى دي حاجات حلوه، رابور كده، تبني علاقه حلوه بيني وبين الانترفيور اللي قدامي. ودايما افهم من الانترفيور اللي قدامك هو عايز يعينك او عايز يعين اي حد يجي ياخد الشغلانه. هو مش عايز يرفضك، مش عايز يضايقك. دي حاجه. بعد كده لازم تعمل الواجب اللي عليك. انت مثلا رايح تشتغل، تقدم في شركه مثلا بتاع بويا اسمها يوتن مثلا، تقعد تقرا عن الشركه، اتعملت سنه كام، 1926، مش عارف كذا 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 كذا. وتقعد تفهم الشركه وابعادها، تفتح الميزانيه تبص. لو انت ما بتفهمش في الميزانيه تروح تتعلم ازاي تفهم الميزانيات. الانجليزي بتاعك يبقى كويس، طور الانجليزي بتاعك بعد اذنك عشان الانترفيوهات تعديها كويس. دي شركات مالتي ناشونال وبتقبض كويس. يبقى بنقرا الميزانيات، بنقرا الانكم ستيتمنت، بنفهم الدنيا ماشيه ازاي، بنتعلم، بنبص، وبعدين بنروح مطمنين. عرفنا مين الشخص، عرفنا مين الشركه، ورايحين مطمنين ومذاكرين كمان اللي علينا. لو الامتحان تكنيكال يبقى نذاكر تكنيكال. طب لو امتحان بقى اسئله منطقيه واسئله ليها علاقه بالذكاء الاجتماعي بتاعك، ما تذاكرش ولا تحضر. روح خليك نفسك. لو لقوك غبي خلاص انت غبي، لو لقوك ذكي يبقى خلاص انت ذكي. قصدي من وجهة نظرهم مش من وجهة نظرك، يعني قصدي سيبها على الله. ما بنقعدش نجهز نفسنا للامتحانات اللي زي دي. ودايما افتكر ان زي امتحان الرياضيات بتاع المدرسة، لو انت حطيت الخطوات صح بس غلطت في النتيجة، احسن بكتير من لو انت حطيت النتيجة صح بس غلطان في الخطوات. ليه؟ لان المصحح عايز الخطوات. فانت دايما تفكيرك منطقي وسلس. انا لما جيت اشتغل في جوجل سالوني اللي هي السؤال بتاع في كام حلاق في الصين، اجابه السؤال ده مش من غير ما تبص على الكمبيوتر في كام حلاق في الصين. اجابه السؤال ده مش هيبقى دقيقه، بس انت هو بيشوف تسلسل المنطقي بتاع الافكار عندك، بتقدر تجمع الافكار عندك وتعمل افتراضات صحيحه ولا لا. فانا بدات الاجابه بتاعت السؤال، قلت الصين فيها، لو فرضنا ان فيها مليار، ممكن يبقى فيها اكتر بس فيها مليار كفرد، نصهم رجاله ونصهم ستات. يبقى مبدئيا الستات بيروحوا عند الكوافير ما بيروحوش الحلاق. فبنتكلم عن نص مليار، 500 مليون. 500 مليون دول
هنقول 20% منهم قرع ما بيحلقوش، و20% منهم بيبيهات لسه مولودين ما عندهمش شعر. ادي كده راح 200,000، اتبقى 200 مليون، اتبقى معانا 300 مليون ايه؟ 300 مليون صيني. طيب لو فرضنا ان الحلاق الصيني بيعرف يحلق ل10 في اليوم، يبقى الحلاق الصيني في السنه في الشهر هيعمل قد ايه؟ هيحلق لكام؟ طب يحلق ل10 في اليوم، يبقى بيحلق ل 300 في الشهر. يبقى كل حلاق هيحلق ل 300 وهم 300 مليون، يبقى في كام حلاق في الصين يا باشمهندسين؟ يبقى في مليون حلاق في الصين، ودي كلها افتراضات. مليون حلاق في الصين، فهمتني؟ يبقى احنا بنفكر بطريقه التفكير المنطقي والتسلسل المنطقي. الحاجه اللي بعد كده، لو اتطلب منك حاجه عشان تعملها، عشان تتقبل في الشغلانه، اعملها ما تتفرعنش. يعني انا مثلا وانا بقدم في جوجل المره الاولانيه لما اترفضت طلبوا مني اكتب بحث عن ازاي جوجل هتدخل المنطقه العربيه. قعدت كتبت بتاع 30 ورقه والله العظيم، تعبت فيها جدا، وبعدين في الاخر رفضوني. تمر الايام بعدها بسنتين، انا قدمت تاني على منصب مدير تسويق، ولقيت لك الست مديره التسويق اللي هي هتعيني متصله بيا بالتليفون وبتقول لي انت مقدم على الشغلانه وعايزينك تيجي انترفيو. وبعدين انا شفت البيبر اللي انت كتبتها من سنتين، اتس ان اميزنج بيبر، يعني بتشكر في اللي انا عملته، ودي حاجه فرقت معايا جامد جدا في الانترفيوهات. لا تحقرن من المجهود شيئا، لا تحقرن من المجهود شيئا. انا كان ممكن اقول ايه يا عم دول اعمل لهم ريسيرش ايه وكلام فارغ ايه وبتاع ايه. غلط. ده انا اتعلمت كتير وانا بعمل الريسيرش ده، وسبحان الله لما قريت البيبر بعد كده في حاجات كتير خلال السنتين دي اللي هم عملوها مش عشان هم قروها عندي، بس عشان ده الطبيعي. تمام. حاجة تانية، واحنا داخلين على الانترفيور بنبتسم وهاديين. لما بنقعد ظهرنا للكرسي كده، وما بنعملش كده، ما بنعملش كده، ما بنعملش كده، ما بنعملش كده، ما بنعملش حاجة، قاعدين هاديين وبنسمع باهتمام. ما بنقطعوش، ما بنصلحلوش معلومة، ما بتصلحش للانترفيور معلومة، ما بتصلحش للانترفيور معلومة. انتبه، لانك لو صلحت للانترفيور معلومة الانترفيور اتحرج، ولو الانترفيور اتحرج غالبا هيرفضك. اجيب لك من الاخر يعني. طب اعمل ايه لو في معلومة غلط هو قالها؟ لا عادي، انا بعد وانا بتكلم اقول المعلومة الصح من غير ما اقول ايه ان هو غلطان. زي ما كذا مثلا انا بسمع واحد مثلا يقول ايه كاوتش، على قصده على الكنبه مثلا بالانجليزي، عشان هو الانجليزي بتاعه على قده كاوتش. فانا بقول له لا 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 لا، ما اسمهاش كاوتش يا جاهل، اسمها كوتش. كاوتش ده اللي انت بتلبسه. لا يبقى انا كده ما فدتوش. انما انا ممكن ايه اقول فعلا والله انا كمان بحب قعده الكاوتش، فيبقى انا ما قلتلوش ان انت مش عارف تنطق الكلمه، بس انا قلت له الكلمه الصح، ولو هو واخد باله هينطقها صح. طب لو ما خدش باله تعرف ان دماغه فيها فرد الكاوتش. المهم نرجع للانترفيوهات. طيب احنا خلصنا الحاجات دي. الشركه بقى، انت رايح تقدم على شركه يوتن، دي شركه مساهمه اجنبيه، يبقى مبدئيا تقدر تقرا الميزانيات بتاعتها. طب لو ما بتعرفش تقرا الميزانيات، ما بتعرفش تقرا قائمه الدخل، تعمل ايه؟ تتعلم يا برنس، تعلم برنس. الكلام ده لازم تتعلمه. لو انت شغال في شركه مدرجه في البورصه لازم تبقى فاهم هي ماشيه ازاي، علشان لو في الانترفيو سالوك تعرف تجاوب. لان الشركات المدرجه في البورصه بتبقى عندها ما يسمى بالافصاح، اللي هو لازم يطلع المعلومات اللي عنده كل 3 شهور، يطلع ميزانيه يحكي فيها الفلوس معاه قد ايه، باع بكام، اشترى بكام، تكلفه الانتاج قد ايه. الكلام ده كله موجود على النت، كله موجود على النت، مش معلوم من حاجه. انا عملت كده ايام جوجل، كنت بذاكر الميزانيه بتاعتهم من الجلده للجلده بتاع كل السنين، وبالساعات اقعد. تمام. حاجه اللي بعد كده، زي ما قلنا بنجمع كل المعلومات اللي نعرفها عن الانترفيور، هو من جامعه ايه، من بيدرس ايه، اشتغل قد ايه، خبراته قد ايه. لان كل ما تعرف الانترفيور اكتر قبل ما تروح الانترفيو كل ما تروح واثق من نفسك. نعرف عن الشركه وكل الدواخل والمخارج فيها. طب ايه بقى تاني؟ طب لو الشركه دي بتتعامل مع الجمهور زي شركه يوتن بتاعت الدهانات مثلا،
يبقى انا سهل جدا لو انا رايح عندي انترفيو في شركه يوتن بكره، النهارده اقوم واخد رجلي ونازل على السوق بتاع البويات دهانات، واعدي على المحلات كلها ادردش معاهم. اولا كونكشن حلوه، احكي لهم بامانه ان انا عندي انترفيو في شركه يوتن، واسالهم لو هم عندهم اي نصايح ليا، او لو يفهموني شويه حاجات تكنيكال ليها علاقه بالبويه. ويمكن تاني يوم ربنا يقدر ان الراجل يقول لك ايه ده انت عرفت المعلومه دي منين؟ تقول له من واحد بتاع بويا. ايه ده انت تعرف ناس بتوع بويا؟ لا ده انا عديت عليهم بس عشان كان عندي الانترفيو دي فقلت استعد بان انا اعدي عليهم. كده الراجل هيحطك في دماغه ان انت ممتاز. ده واحد من قبل ما بيشتغل في الشركه نازل يعمل بحث ميداني علشان يجمع معلومات عشان يعرف يعدي في الانترفيو. ده انسان ممتاز، ده انسان عايزين منه. وخلي بالك الانترفيور دايما بيتاثر بشده 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 باسلوبك. لو اسلوبك مش محترم انت اترفضت، لو اسلوبك غلس انت اترفضت، لو اسلوبك ساذج انت اترفضت، لو اسلوبك بارد انت اترفضت. انما لو اسلوبك سلس فلو، تقطعش، اوعى تقاطع الانترفيور. فلو، يسالك سؤال بترد عليه وبتسكت، يسالك سؤال تاني ترد عليه وبتسكت، يسالك سؤال تاني ترد عليه وبتسكت. هو كده محترمك جدا، هو كده محترمك جدا. طيب يبقى احنا كده جمعنا كل حاجه. طبعا لو عندنا واحد صاحبنا في الشركه يبقى لازم نكلمه، بنتصل بيه وبناخد رايه. لو نعرف حد يعرف حد يبقى بناخد رايه. وما نكلموش نقول له اذكرني عند ربك، يعني ما بنقولوش وصي علينا. نكلمه نقول له السلام عليكم، انا والله مقدم على شغلانه كذا، في اي نصايح بما انك انت جوه الشركه؟ في اي نصايح؟ مش تقدر تساعدني وانت ما تعرفوش، لا في اي نصايح؟ هل في اي معلومه اعرفها؟ ليه؟ لو اداك نصيحه اداك معلومه استخدمتها في الانترفيو جون، برافو عليك، يبقى انت كده ماشي صح. طيب عشان نسمرايز بقى، عشان نقفل اللايف ده اللي الحمد لله ما شربناش فيه اي سجاير ولسه مصلي الفجر والله. اول حاجه استعد، استعد بانك انت تحضر، تقرا، تذاكر، تسمع، افتح المحاضرات اللي بيقولها الناس اللي شغاله في الشركه دي، اتفرج عليها كلها. انت وراك ايه؟ استعد، دي اول حاجه. تاني حاجه اقبل، اقبل باي نتيجه. الجواز اسمه نصيب، الشغل اسمه نصيب، اي حاجه في الدنيا اسمه نصيب. اقبل. يعني ايه اقبل؟ يعني ما تسلمش الا لله. يعني وانت رايح عارف ان ده قدر الله، والله جات لك الشغلانه كان بيها والحمد لله رب العالمين، ما جاتلكش الشغلانه قدر الله ما شاء فعل، ربنا يوفقكم يا جماعه توصلوا لحد احسن مني. لان لو عندك الروح دي ممكن ربنا ما يوفقكش في مره والتانيه ويجي واحد يقول ايه ده؟ ايه البني ادم اللي روح حلوه ده؟ هاته. او ممكن نفس الشركه اللي رفضتك بعد شهرين تلاقيها بعتها لك. ما هو انا تاني مره لما قدمت في جوجل بعتوا لي بناء على ان انا عملت انترفيو قبل كده. ف يبقى تاني نصيحه استعد، تاني نصيحه اقبل، تالت نصيحه ذاكر، اعرف معلومات عن الشركه، اعرف معلومات عن المجال بتاعك، جهز نفسك لو في امتحان، جهز نفسك لو في اسئله من نوع معين، اعرف معلومات عن الانترفيور بتاعك، حالته النفسيه، بيفكر ازاي، عنده عيال ولا لا، ساكن فين، تعليمه ايه، كل الكلام ده بيفرق معاك. تجمع المعلومات دي وبتذاكر. خلاص يبقى استعد، اقبل، ذاكر، وبعد كده ايه؟ اختصر. اختصر كلامك، مختصر مفيد. ممكن تتكلم كتير بس كلام مختصر مفيد وبيوصل المعلومه وبيفهم اللي قدامك ان انت مش جاي ترغي. لان مفيش حد في شركه هيشغل واحد بيرغي. انا بجيب لك من الاخر، لو رغاي هيرفضوك على طول. لو رغاي هيرفضوك، لان مفيش حد عايز يضيع وقت الموظفين بتوعه انه يجيب بني ادم رغاي وسط 20 واحد. لانك لو جبت بني ادم رغاي وسط 20 واحد ايه اللي هيحصل؟ هضيع وقت ال 20 واحد. تمام كده؟ يبقى ذاكر واختصر، وبعد كده سيبها على الله. تروح الانترفيو سيبها على الله، انت داخل المكتب سيبها على الله. ابتسامتك، هدوءك، اعرف ان كل حاجه غلط هتعملها في الانترفيو متسجله عند ربنا في اللوح المحفوظ من قبل ما تتولد. وبالتالي ما تضيعش وقتك في انك تحاكم نفسك قدام الانترفيور ويبان عليك انك زعلان من نفسك عشان غلطت. بالعكس، لما تغلط غلطه خليك سلس وكمل، هو هيعجب. لان هو يحب دايما في الشركه بتاعته لما الناس تغلط تخليها سلسه وتصلح وتكمل، مش عايز مطبات، مش عايز وقفات. فيبقى بنسيبها على الله، توكلنا على الله.
اخر حاجه بقى، ودي اهم نقطه في الموضوع، انت عشان تشتغل ممكن تقدم في 10 وظائف، ويعني 3 بس اللي يقبلوا يعملوا لك انترفيو، وواحد منهم يلغي لك الانترفيو في النص فتعمل 2 انترفيو. فعدد الانترفيوهات اللي بتعملها قليله، ولما اي حاجه عددها بيبقى قليل يبقى لازم نركز فيها كويس. ازاي نركز فيها؟ بنراجع نفسنا بعد ما بنخلص. خلصت الانترفيو تمام، الشغل اسمه نصيب وسيبها على الله، ما بقعدش اتوقع هيقبلوني ولا لا، دي حاجه بيني وبين ربنا، انا عايز اعرف غلطاتي ايه. ايه الغلط اللي انا عملته اللي انا لاحظته؟ لان لو انا مش قاعد مراقب نفسي في الانترفيو ابقى عبيط، لان هو اكيد بيوريني رياكشنز. امتى هو قفل؟ لما انا قلت ايه، وبعد كده هبطل اقول الكلام ده ازاي، طب اقوله ازاي عوضا عن كذا. فانا بعمل مراجعه لنفسي علشان بعد كده الانترفيو اللي جايه بتاعتي اتلافى فيها اخطاء الماضي. ممكن اقع في اخطاء جديده بس اتلافى الاخطاء القديمه، لان غالبا الاخطاء القديمه دي بتبقى هي الاخطاء الساذجه. لان ممكن عادي الانترفيور يطنش لك 20 غلط، اهم حاجه ما تبقاش غلطات ساذجه، اهم حاجه تبقى غلطات من اللي هو ممكن يقع فيها، فخلاص هو هيعذرك. تمام. ومؤخرا اخر حاجه يعني، الاسئله بقى اللي هي من النوع اللي عايز تشتغل في الشركه، ايه اللي انت شايفه هنا معجب بيه، خليك على طبيعتك، ما تقولش كلام تهجيص، ما سوري ما التعبير يعني، ما تقولش كلام تعريض او تعريص، والكلام اللي في قلبك. قول الكلام اللي في انا الست لما بتاع جوجل كانت المديره الكبيره اخر انترفيو خالص VP، وكانت بتحذر المديره بتاعتي مني، قالت لها ده مش هيسمع كلامك، ده مش هيسمع، هو فعلا ما سمعش كلامك، ده مش هيسمع كلامك هيتعبك، بس هو جامد. قالت لها كده المديره دي، دي ماسكه جوجل، الماركتنج بتاع جوجل في جوجل كلها. اصلا وانا رايح الانترفيو بصيت على CV بتاعتها اتخضيت. فبتقول لي يعني انت ايه اللي مخليك كين قوي كده تشتغل في جوجل؟ قلت لها انا اؤمن ان التكنولوجيا بتغير من حياة الانسان للاحسن، واؤمن ان شركة جوجل هي واحدة من اهم شركات التكنولوجيا في العالم، والانفايرمنت بتاعها جميل، وبتعين ناس اذكياء بيحاولوا يساعدوا في تغيير العالم. فبالتالي انا بالنسبة لي كواحد مصري نفسي البلاد العربية كلها تبقى في وضع احسن. انا بالنسبة لي ان اكون اداة مع جوجل في ان احنا نحقق الهدف ده، دي هتبقى حاجه تبسطني. ايه مكيفك جامد من الاجابه، لدرجه ان انا في الانترفيو ده بالمناسبه جاوبت على سؤال غلط خالص. طنشت غلطه. ما هو ده اللي انا بحكي لك عليه، محدش واقف لك على غلطه، مفيش حد عايز يعينك او بيعمل لك انترفيو واقف لك على غلطه. مفيش اي حد هيعينك وهو واقف لك على غلطه. ممكن تقابل مره او مرتين واحد مريض نفسي يغلس عليك، بس ما تعممش. طيب، اللي اي حد عايز الفيديو انا هسيبه ان شاء الله، هتلاقيه مكتوب على الانستجرام، وشيروه بعد اذنكم. شويه نصايح بقى، شويه نصايح كده سريعه. ما تحطش كولونيا كتير وانت رايح الانترفيو، خلي شكلك مهندم، ما تلبسش لبس غريب، شوف الشركه بتلبس ايه، البس قريب منهم مش زيهم. ما تحطش برفان كتير، ما تحطش اي حاجه كتير تخلي دي يعني. خش على الراجل، افرض هو ما حبش الريحه دي، هيبقى قاعد طول الانترفيو قرفان منك. استحمى كويس، معلش تعالى على نفسك النهارده، وحاول ما تعرقش وانت رايح، فشوف لك حل. مالكش حد يعرف عن حد تعرفه عنده عربيه، ما تعرفش حد عنده تاكسي يخدمك خدمه العمر، معلش انا رايح اشتغل وان شاء الله اديك الحلاوه لو ربنا وفقني، عشان ما تروحش المكان مبهدل. حاجه تانية، ايه المواعيد؟ ما ينفعش تبقى رايح انترفيو متاخر. بندور على اقرب كافيه جنب المكتب، انا دايما كنت اعمل كده. انا رايح انترفيو الساعه 1، ايه المشكله اوصل الساعه 12 اقعد في الكافيه اللي تحت المكتب، والساعه 1 الا 5 اقوم طالع، يبقى انا وصلت الساعه 1 في ميعادي، يبقى انا كده محترم مواعيدي، يبقى انا كده الانترفيور بتاعي حتى لو هو ما احترمش ميعاده عارف ان انا بحترم مواعيدي. طيب، اللي بعد كده، انا بشوف ناس كتير قلة الادب وسفله مش متربيه، بعد ما بيخلص الانترفيو يطلع يتريق على الانترفيور بتاعه ويكتبها على اللينكدين. ده عبيط، لان انا لو شفت اي واحد كاتب كلام سخيف عن انترفيور انا ما شغلوش، حتى لو مش انا، حتى لو في شركه تانية، لان ده معناه انه شخص متعود على الغيبه والنميمه. وبعدين مفيش اسوأ من الافوره في شرح احداث الانترفيو.
لان مفيش حد هيطلع يشتم الانترفيور وهينقل الاحداث بامانه. فبالتالي لسانك يتقطع لو اتكلمت على الانترفيور بتاعك. ليه؟ لان ده ربنا جعله سبب انه ممكن يبقى في طريق اكل عيشك. فانت لو ما صنتش اكل عيشك بانك انت تتكلم وتغتابه وتكتب عنه في البابليك او تكلم عنه اصحابك، لو ما احترمتش اكل عيشك ربك مش هيرزقك من اكل عيشك. فيبقى احنا بنلم لساننا وبنتأدب وما بنحكمش على الانترفيو. لو دخلنا لقينا انترفيو بيعمل حركه غريبه عنده لازمه مثلا، وانت انسان محترم مش تافه، انسان عنده لازمه يعني مبتلى، يعني ما بيعملهاش بمزاجه، يبقى ما بنضحكش. طب انت بيتكلم عنده لدغه، ما بنضحكش ولا اصلا نبص في الموضوع. ليه؟ لما بنعمل كده هو ياخد باله ان انت محترم وان انت جاي عايز تشتغل، عايز تاكل عيش، مش جاي تتريق وتتنمر وتقل ادبك. صح كده؟ الحاجه اللي بعد كده اخيره يعني في النصايح، معرفش عمال اقول الاخيره وعمال اكمل، هي ان جاهز اجابات لاسئله معتاده. زي مثلا انت عايز تشتغل في الشركه دي ليه؟ ايه طموحك؟ بتدور عايز ايه؟ وبالمناسبه ايا ما كانت الاجابات، لان مفيش اجابه صح وغلط. يعني لو حد قال لي انت خلال 5 سنين هتبقى فين؟ اقول له بصراحه ما اعرفش، بس يعني انا بالنسبه لي مركز على دلوقتي، عايز كل يوم اشتغل احسن، ازود من المعلومات بتاعتي، ازود من الانجاز بتاعي اللي انا بعمله، ازود من الخير اللي بعمله، واقلل من الاخطاء ومن الشر اللي بيحصل مني. دي اجابه حلوه. هو صحيح الشخص ما قالش هو هيبقى فين بعد 5 سنين، بس هو وضح بشكل واضح ان هو في مكان كويس دلوقتي، فاكيد هيبقى لو استمر على المكان الكويس ده هيبقى في مكان كويس بعد 5 سنين. طيب ما تخرجش من موضوع الانترفيو، ما تتكلمش في اي حاجه شخصيه بدون اذن الراجل. هو لو فتح حاجه شخصيه رد، لو مش عايز ترد حقك. ما تبصش للانترفيور اي كونتاكت كتير، وفي نفس الوقت لازم تبص له. يعني ما ينفعش الانترفيو تحصل من اولها لاخرها وانت بتتهرب من ان عينك تيجي في عينيه. ليه؟ لان ده معناه ان عندك حاجه عايز تخبيها، بتخبي ضعفك. فبالتالي ما بنبرقش في الانترفيور، وفي نفس الوقت ما بنشحش بوجهنا. خلاص. اللهم انت ربي وانا عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اسالك بكل اسم هو لك، اسميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.